اهلا بكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الحمل، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الحمل، انا شايف ان في كتير منكم حاسين يمكن ان انتم مقيدين او تعبانين او مش عارفين قيمة نفسكم او مقدار نفسكم، او زي ما يكون ثقتكم في الفترة دي مهزوزة. بس انتوا محتاجين ان انتوا يعني تتخلصوا من الطاقة السلبية دي عشان تستقبلوا او تفتحوا الابواب وتخلوا الحاجات الحلوة اللي ربنا كاتبها لكم ان هي تدخل حياتكم. انا شايف ان في حاجة انتوا ممكن تكونوا محتارين فيها، او مش عارفين تختاروا او مش عارفين يعني تحددوا ليكوا هدف، او مش عارفين انتوا عايزين ايه في حاجات زي ما يكون انتوا محتارين بشأنها. غالبا كمان الحيرة دي انتوا بتعكسوها على الشخص اللي ممكن تكونوا بتفكروا فيه او العلاقة بيه. آه، او حتى الشخص اللي انتوا بتكراشوا عليه. انا شايف ان الشخص ده ممكن يكون فيه اختيارات كتير غلط ممكن يكون اختارها، او خايف ان الامر يتكرر فابتدى قبل ما ياخد اي خطوة او قبل ما يعمل اي حاجة يفكر مليون مرة. ممكن تكون العلاقة دي علاقة كراش والشخص ده مش عارف إذا كان هل المفروض إن هو يعترف دلوقتي ويثق بمشاعره ولا لأ. ممكن تكون علاقة حب والشخص ده منتظر إذا كان يتقدم أو لأ. ممكن يكون في ما بينكم بعد وفي بينكم انفصال، والشخص ده من النوع اللي هو كبرياءه مش بيسمح له إن هو ياخد خطوة أو إن هو يتواصل، وبيستنى الطرف التاني إن هو اللي يتواصل، وفي نفس الوقت انتوا خايفين تتواصلوا يبقى في رفض. فأنا شايف إن في قلق وفي زي حيرة من الطرفين، زي ما يكون بتعكسوا أفكار بعض. وفي نفس الوقت أنا شايف إن البعض منكم بيعمل مديتيشن عشان لو انتوا مش عارفين تتواصلوا أو مش قادرين تعبروا عن اللي انتوا عايزينه تقدروا إن انتوا توصلوه بالتخاطر. فأنا شايف إن في حاجة يعني في حاجة هتحصل هتخليكم كتير مبسوطين أو هتخليكم فرحانين، وممكن ممكن تكون حاجة انتوا بتتمنوها، ممكن تكون حاجة انتوا سعيتوا ليها أو كان نفسكم إن هي يعني تحصل من زمان. الحاجة دي من كتر ما انتوا هتكونوا مبسوطين الناس اللي حواليكم هتلاحظ الفرحة على وجوهكم. أنا شايف إن في حاجة جايلكم على هيئة فرصة. الحاجة دي ممكن تكون هترجع التوازن لحياتكم من تاني وهتخليكم مرتاحين، هتخليكم مبسوطين. ممكن يكون الاهتمام، ممكن يكون كلام حب، ممكن يكون صلح، ممكن يكون حتى عرض حب، أو ممكن يكون ارتباط، ممكن يكون فرصة جديدة لعلاقة فقدتوا الأمل فيها. فأنا شايف لو في أي خوف أي شكوك أي سلبيات ممكن يكون الشيطان بيحاول يأثر عليكم بيها، ما تدوش الفرصة إن هي تتمكن منكم أو تتمكن من فكركم أو مشاعركم. لان انا شايف ان في اصوات كتير بتدور في دماغكم يعني مخلياكم تعبانين ومرهقين، زي ما يكون الشيطان بيلعب بيكم او منتهز الفرصة او منتهز الوضع اللي انتوا فيه ده، او منتهز ضعف الايمان ومخليكم تعبانين يعني ومرهقين. انا شايف ان في حد ممكن يكون تعبان لبعده عنكم، او ممكن يكون من كتر التفكير فيكم او مش قادر ان هو يخرجكم من دماغه، او مش قادر ينساكم، عشان كده بيضطر يلجأ للمراقبة. انا شايف ان في حد طول الوقت عايز يعرف اخباركم، عايز يعرف انتوا بتعملوا ايه او مهتمين بايه. الناس اللي ممكن يكون ما بينكم انفصال، الشخص ده عايز يعرف بقى في حد تاني في حياتكم ولا لأ، زي ما يكون عنده شغف او عنده فضول ان هو عايز يعرف كل حاجة عنكم، عنده اهتمام بيكم. ويمكن بسبب عدم التواصل الشخص ده تعبان، وفي نفس الوقت بيقاوم ان هو يتواصل او يعترف او يعني يقدم حاجة انتوا عايزينها، سواء كان عرض ارتباط. بس في حاجة يعني تعبة تفكير الشخص ده اتجاهكم، مخليه حتى دماغه مش متوازنة او متلخبط او حياته متلخبطة. انا شايف ان في حد كتير بيحبكم. التعب والحيرة دي يعني ما تجيش غير من الحب. في حد كتير بيحبكم حب صادق. فإن كان انتوا عندكم شك من حد انتوا بتحبوه، يعني هل هو بيبادلكم نفس الحب أو لأ، أو إذا كان في علاقة صداقة وانتوا حاسين إن الشخص ده إن انتوا بتكراشوا عليه،
وبتتسألوا إذا كان هو عنده نفس المشاعر اتجاهكم أو لأ. إن كنتوا حتى متجوزين وعايزين تعرفوا إذا كان الشخص ده لسه شريككم وبيحبكم زي الأول ولا لأ. فأنا شايف إن في حب كبير جدا، بلاش الشكوك بلاش المخاوف، ارموا كل ده ورا ظهركم، الحب موجود، ما تخلوش الشيطان يضحك عليكم وعلى تفكيركم. ما تبقاش الفرحة في حياتكم والنعمة في حياتكم وانتوا مش حاسين بيها. في حاجات كتير مش بنحس بطاقتها أو بالفرحة اللي المفروض نحس بيها واحنا بنمتلكها غير لما بتضيع مننا. أنا شايف إن في صحيح ممكن يكون في خلافات ما بينكم في الفترة الحالية، أو حد قال حاجة أو اتصرف تصرف مش حلو، أو عدم اهتمام، أو في حاجة ممكن تكون في الفترة دي حصلت. بس أنا شايف إن القلوب نظرا لوجود الحب جواها، أنا شايف فعلا لو انتوا يعني قدمتم على الاعتذار، انا شايف ان هيكون في مسامحة، لان انا شايف ان في انجذاب ما بينكم انتوا الاتنين، بتحبوا بعض وفي تبادل من الحب ما بينكم. صحيح في تصرفات بتصدر من الشخص ده كتير محيراكم، حاسين ان هو بيتصرف بطريقة غير عادية، إن ده مش شكل واحد ممكن يكون بيحب أو مفيش مشاعر من جواه ليكوا. لأ، أنا شايف إن الشخص ده بيحبكم جدا ومقدرش يعيش من غيركم، وشايف كمان إن الحب ده متبادل ما بينكم انتوا الاتنين. فلو انتوا منفصلين في الوقت الحالي ومستنيين رجوع، أنا شايف إن هيكون في رجوع بإذن الله وفي توازن وبداية جديدة في حياتكم، فما تقلقوش خالص. لو عجبتكم القناة متنسوش إن انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.